طبعًا كلنا شُفنا اللي حصل في ماتش أوتوهو بتاع الزمالك، وآخر 10 دقايق اللي جمهور الزمالك كله كان مرعوب بعد طرد صبحي وموقف صبحي. لاعب غير مسؤول بالمرّة، لاعب يعني ما تفهمش هو جاي منين، لاعب جاي يقرفنا، تحالف بالله إنه يخرّجنا من البطولة ديّة. في أول مباراة برضُك في ماتش جايزر هناك في جنوب أفريقيا يمسك الكورة وتخش جون في آخر ثواني ويعقّد لنا الدنيا في المجموعة، وكنا ممكن نطلع لولا آخر مباراة، والمهدي سليمان اللي بدأ يتألق في الآخر. طبعًا بسبب المشاكل الكتير اللي في الزمالك في حراسة المرمى، عوّاد شوية مشكلة ومش عاوزين نخلص منها، يعني المفروض نحل الدنيا والدنيا ماشية، فنحل الموقف بتاع عوّاد ونخلص منه. برضُك لاعب مش عاوز يقعد للتاني احتياطي. المهدي سليمان كبير بس بيأدي وشايل كور كتير، وبدأ يتألق مع الزمالك ويرجع مستواه تاني، واللاعب لمّا كنا إحنا محتاجينه كان بيأدي في الملعب وكان بيكسّر الدنيا وشال لنا مباريات كتير وكان بيشتغل فرص كتير. برضك صبحي نفس الحكاية، لاعب لمّا كنا بنحتاجه بننزّله عشان بس الكور العرضية ويطلع يمسك الكورة من العالي والكلام من دوّة. برضك بس كان مصمم إنه يخرّجنا من البطولة دي. يعني دايمًا عنده أخطاء كارثية، كرة تخش جون، موضوع اللي أنت تمسك الكرة دي خلص من سنة 90، اللي أنا أمسك الكورة وعشان اللاعب ما تسيبه يا عم يجري ويروح يمسك الكورة. آه، سيبك بقى من اللي أنت تتأسف بقى للجمهور وأنا آسف، كنت هاستفاد إيه بقى لمّا نطلع من البطولة أنا عاوز أفهم؟ حارس هريدي زيك يطلعنا من البطولة واحنا في احسن مستوانا، ولما بتخسر بطولة زي ديت الزمالك بقى بيكر البطولات كلها هتكر، تلاقي الدوري تنزل في الدوري تخسر بقى، فخرجنا خلاص من الكونفدرالية ما عادش ناقص لنا بطولات اصلا الا الاتنين دول بنحارب عليهم، ولولا الجمهور اصلا اللي موجود في الاستاد واللي ورا الشاشات واللي بيحارب عشان انت تاخد بطولة. تضيع الموسم وتضيع امل اللعيبه ومجهود اللعيبه، راح تمسك الكرة ليه؟ أنا عاوز أفهم راح تمسك الكورة ليه؟ ما تسيبه ياخدها يسنتر والّا ما يسنترش، وأنت بالذات إن عارف إن ال5 تغييرات خلصوا وإن ما فيش حد هيقف جون، سيف هو اللي يقف جون. فلازم واحد زي دوّة يتباع آخر الموسم بعيد عن أي حاجة نستفاد بفلوسه. عندنا عواد ومشكلة عواد خلاص الحمد لله انتهت، وكله بيقول لك اللي هي انتهت والنهارده خلاص. مش عارف الدبانة هي مش سايباني في حالي. والموضوع خلاص يعتبر انتهى بمعنى كلمة انتهى بتاع عواد، واللاعب خلاص نزل عليه 800,000 جنيه، 400 بسبب كايزر الموضوع اللي حصل في جنوب افريقيا، و400 بتاع الموضوع النهائي دوت نزل عليه عقوبة نهائية. ينتظم بقى في التدريبات، هو احسن حارس عندنا، هو الوحيد اللي ممكن يشتال دايما لما بنحتاجه في وقت الحسم بيكون موجود. عندنا المهدي سليمان جربناه في مباراة واتنين وتلاتة أدى يكون الاحتياطي بتاعه، وصبحي دي يا عم نستفاد بيه ونمشيه. الناس اللي كانت قاعده تهاجم حسام حسن وتقول لك هو ليه بقى ما خدهوش المنتخب، ولا اهو حارس مرمى هريدي بمعنى كلمه هريدي وربنا ما بيعرف يقف. صبحي ده يعني انا حارس مرمى انا قاعد بره مش مطمن، انا مش عارف ازاي الجهاز الفني اصلا مطمن لحارس مرمى زي دوت وهيقف لنا اصلا. اقسم بالله انا ما انا عارف حارس مرمى ضعيف بمعنى كلمه ضعيف. يعني كان بدأ يعني يشد حيله في آخر الفترات، بس لأ الأخطاء اللي بيعملها ما ينفعش حارس مرمى نوقفه في مباريات كبيرة. عندنا 6 ماتشات حسم والّا 7 ماتشات في الدوري ضرب نار بمعنى كلمة ضرب نار، من أول سيراميكا، سموحة بقى، إنبي، الأهلي، بيراميدز، كلها ماتشات معجنة. هتيجي بقى على أفريقيا عندنا الماتش الجزائري مع المولودية هيكون ماتش نار النار النار، والّا البورستاد ديّة والّا مش عارف اسمها إيه. وبرضك عندنا نهائي ممكن يكون مع أولمبيك ديّة والّا حاجة، فهو دوّة اللي هيشتغل. حارس مرمى ما بيعرفش يقف في الماتشات الكبيرة، مهزوز، بيعمل أخطاء. سيب الكورة يا عم، سيب الكورة يا عم. مش عارف دي لعب إزاي، لعب أولمبيات ولعب منتخب مصر ولعب، هو حارس مرمى مش عارف يشتغل فريق قدّام زي فرقة زي أوتوهو. أصلًا بينزل الجون اللي دخل فيه بينزل لي كده إيه يا عم، خفاش أنت هتنزل على الأرض. ما تسيب يا عم، ما تنط واعمل طرايه يا عم، اعمل لها شكل حتى قعد تتفرج عليها. فحارس مرمى لازم يتباع نهائيا.